بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فذكر المؤلف حفظه الله لشهادة أن محمد رسول الله ثلاثة أركان. ما هي؟ تصديقه فيما أخبر، أيوة الأول. الثاني طاعته فيما أمر. الثالث الثاني أيوة، لكن الثالث ألا نعبد الله إلا بما شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما شرعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله، ليس من تلقاء نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال حفظه الله: فضل كلمة لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا وبشروا الناس، من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. صححه الألباني. ومعنى قوله صادقا بها أي محققا لكل شروطها وأركانها، حتى وإن لم يعرف عددها، أي لم يعرف عدد الشروط ويعني عدد الأركان أو ترتيبها، لكنه حقق شروطها: علم، اليقين، الإخلاص، وأيضا ترتيب الشروط. قال: فالمهم هو تحقيق التوحيد لا دراسته. نعم، قد يدرس البعض التوحيد لكن لا يحققه، والبعض يحققه وهو لم يدرسه يعني دراسة كاملة. فما هو الأفضل؟ الذي حقق التوحيد. وفضل هذه الكلمة كثير، جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي أحدهما، وفي خارج الصحيحين وهي صحيحة. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار، فتبعه الصحابة وتبعه أبو هريرة حتى أتى إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا حرمه الله على النار. وقال كما في حديث عتبان ابن مالك: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله على النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال: يا معاذ، حديث أنس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. أعادها ثلاثا، قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه إلا دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وغير ذلك من الأحاديث. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، فكلمة التوحيد يعني
مانعة للعبد من دخول النار، مانعة للعبد من دخول النار إذا حققها، ليس فقط التلفظ بها، نتقدم معنا شهد بها، والشهادة تكون بالنطق وبالاعتقاد وبالعمل بمقتضاها. أما التلفظ بالكلمة فهذا لا ينفع إذا كان يخالف ما بأفعاله ما قاله. إذا كان يقول لا إله إلا الله لكن في الدعاء يقول يا عيدروس أو يا جيلاني أو يا فلان أو يا علان أو يا نبي الله أو يا رسول الله، هذا ما حقق هذه الكلمة وما شهد بهذه الكلمة، فقط باللسان، لا تعتبر شهادة، تلفظ بلسانه، فهذا لا تنفع هذه الكلمة، إنما يدخل في ينال فضل هذه الكلمة وينال ما تقدم معنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صادقا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه. يدخل في هذا الفضل من عمل بمقتضى هذه الكلمة، قالها بلسانه واعتقد في قلبه وعمل بمقتضى هذه الكلمة، وهو أنه لا يصرف نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. قال وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بوصية نوح ابنه؟ قالوا بلى. قال أوصى نوح ابنه فقال يا بني، ألا أخبركم بوصية نوح لابنه، قال أوصى نوح ابنه فقال يا بني إني أوصيك باثنتين، أوصيك بقول لا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن، ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص إلى الله. إذا كانت السماوات والأرض حلقة الدائرة لا قصمتها حتى تخلص، حتى تصل إلى الله عز وجل. وأيضا ذكرنا هذا الحديث حديث البطاقة، فلا إله إلا الله أمامها تطيش السجلات، المعاصي والذنوب أمام هذه الكلمة تثقل. في حديث البطاقة يؤتى برجل فيعرفه الله عز وجل نعمه، ثم بعد ذلك يخبره بذنوبه، عملت كذا وعملت كذا، فيقر بهذه الذنوب جميعها، فيظن أنه هلك، فيقول الله عز وجل لا ظلم اليوم لن نظلمك ولو مثقال ذرة. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، لكن قالها، شهد بها، نطق واعتقد وعمل بمقتضى هذه الكلمة في التوحيد، فلم يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ولم يشرك بالله عز وجل، مع أنه اقترف ذنوب ومعاصي كثيرة 99 سجل، كل سجل مد البصر، ومع ذلك تؤتى بهذه البطاقة فيقول يا رب ما هذه أمام هذه السجلات؟ قال لا يظلم اليوم أحد. فتوضع البطاقة في كفة، والسجلات بطاقة لا إله إلا الله الذي شهد بها شهادة حق موقنا بها قلبه مصدق، وتوضع السجلات في كفة فتثقل كلمة لا إله إلا الله تلك البطاقة وتطيش السجلات. هذا فيه فضل هذه الكلمة. قال فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، صححه الألباني. وبمعنى من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فأفضلية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيها أحاديث
جاءت فيها أحاديث، منها حديث أبي على ما أظن ابن كعب عندما قال في آخر الحديث: كم يجعل لك يا رسول الله في صلاتي؟ يجعل لك ثلث يعني نصف. قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال: إذن يغفر ذنبك ويفرج همك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الذنوب، وسبب لتفريج الهموم، سبب لتفريج الهموم وغير ذلك من الفضائل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فأكثروا علي من الصلاة فيه. فينبغي لنا جميعا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكي نشكره على ما بلغ وما جاء به صلى الله عليه وسلم من هذا الدين. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون شكرا له على ما جاء به من هذا الدين القويم، كما قال العلماء. قال: فصل معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطبراني رحمه الله: عند قول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: إن معنى ذلك أن الله يرحم النبي وتدعو له ملائكته ويستغفرون. انتهى. فمعناها معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناها بتمامها بكمالها: اللهم ارحم محمدا وآله اللهم ارحم محمدا وآله وصحبه واثن عليهم في من عندك، أي في الملأ الأعلى، وبارك عليهم وسلمهم. فالصلاة من الله لرسوله وللمؤمنين أي الرحمة والثناء، أن يرحمهم الله وأن يثني عليهم في الملأ الأعلى. الصلاة من الله على النبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ورحمته به صلى الله عليه وسلم، رحمة الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة من الملائكة والصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الاستغفار، وكذلك للمؤمنين هم يستغفروا للمؤمنين. وأما من المسلمين فهي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالصلاة من الله لرسوله وللمؤمنين الرحمة والثناء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المسلمين الدعاء. ولا ينبغي أن نغفل عن الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا ذكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صححه الألباني. أي إذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يصلى عليه، وإذا لم يصلي العبد عليه فإن هذا يعتبر بخيلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأما في الجمعة نتطرق لهذه المسألة وننبه عليها، كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حال خطبة الجمعة. ومعروف أن
في حال الخطبة لا يجوز الكلام، ومن تكلم فقد ألغى خطبته، من تكلم فقد لغى. إذن فكيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه اسكت فقد لغى، مع أنه أمر بمعروف، والأمر بالمعروف واجب، مع أنه أمر، أنه نهي عن منكر، اسكت، وأمر بمعروف وهو واجب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يفعل الواجب لأنه يؤدي إلى الكلام في الخطبة، يؤدي إلى الكلام في الخطبة. إذن قال العلماء: يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالسر، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يصلى عليه في قلبك في السر. وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت صفات منها حديث أبي كعب محمد بن عجرة، أو أبي محمد كعب بن عجرة، وهي من ألفاظ الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصيغة المشهورة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت صفة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت أيضا صيغة أخرى: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم. وكل هذه إما متفق عليها وإما في البخاري أو مسلم، وجاءت بألفاظ متقاربة. وهذه هي صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي رجل آخر ويأتي بصيغة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثها، فهذه من البدع، لأنه يتعبد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يتعبد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو قال زاد وأن فيها وفيها وفيها. نحن مأمورون بالاتباع لا بالابتداع، نحن مأمورون بالاتباع لا بالابتداع. فالعبد في شرع الله عز وجل هو مأمور بما جاء في الكتاب والسنة، ليس مكلف بأن يأتي بشيء من تلقاء نفسه ومما أملاه عليه هواه، أو مما يظن أنه أفضل وخير، وإن جمع ما جمع فيه، وهذا في الظاهر حب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا في الظاهر حب لله عز وجل، ولكنه لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، لم يأمرنا الله عز وجل، ولم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعبد بهذا الأمر، فلا نكلف نفسنا. وينبغي علينا أن نعرف أن هذا مردود، كما مر معنا في أثر سعيد بن المسيب، لأنه مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأن هذا مثلا ذكر أو هذه عبادة. كيف هذه عبادة وهذا ذكر؟ قد يأتي الشيطان، وهو الشيطان يسوّل من هذا الباب، يأتي للعبد: هذه عبادة وهذا ذكر وهذا خير. نعم، هذا ذكر وهذه عبادة، لكن هل قالها؟ هل أمرنا الله عز وجل بها في القرآن أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة؟ لا.
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ يسأل كل من أحدث ومن جاء بشيء جديد في دين الله عز وجل. لماذا إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لا داعي لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. لماذا قاله؟ لأنه يعلم أنه بوحي من الله عز وجل أن أناسا سيحدثون في دين الله، أن أناسا سيحدثون في دين الله ويعتقدون أن هذا مصلحة وأن هذا فيه خير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال حفظه الله: الركن الثاني إقامة الصلاة. قال: إقامة الصلاة نوعان: الأول إقامة الصلاة ظاهرا، انتهى من الركن الأول من أركان الإسلام، وقلنا ذكرها أولا مجملة، ذكر حديث ابن عمر، ثم بعد ذلك شرع في بيانها تفصيلا، فانتهى من الركن الأول الذي هو الشهادتان، قال: الركن الثاني إقامة الصلاة. قال: إقامة الصلاة نوعان: الأول إقامة الصلاة ظاهرا، ويكون بإتمام الركوع والسجود وسلامة الفاتحة والأذكار والطمأنينة في كل حالات الصلاة، وبمعرفة أركانها وشروطها ومبطلاتها، وبأدائها في وقتها المحدد وفي مكانها المحدد الذي هو المسجد مع المسلمين. هذه إقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة إقامة نوعان: النوع الأول أن تقام بالتمام بأداء ركوعها، أي بأداء أركانها وشروطها وواجباتها، ومعرفة أركانها وشروطها وواجباتها وأيضا مبطلاتها، لكي يقوم العبد بإتيان بالأركان والشروط والواجبات وينتهي ويترك المبطلات. هذا إقامة الصلاة ظاهرا. وكذلك من الطمأنينة، وكل هذا دلت عليها الأحاديث، وليس هذا مقام ذكر هذه الأحاديث فيما يتعلق بإقامة الصلاة بالأركان والشروط منها، ومن الأركان الطمأنينة، وكذلك بأدائها في وقتها المحدد. الصلاة لها أوقات، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام جاء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلمه أوقات الصلاة. جاءه في اليوم الأول فصلى في أول وقت كل صلاة، ثم جاء في اليوم الثاني فصلى في آخر وقت كل صلاة، وقال له: ما بين هذين الوقتين هو وقت الصلاة. مثلا الفجر جاءه اليوم الأول أول ما طلع الفجر فصلى به، وفي اليوم الثاني جاءه قبل شروق الشمس، وقال له: ما بين هذين الوقتين كله وقت صلاة الفجر، وقس على ذلك بقية الصلوات. قال: وفي مكانها المحدد. هذا للرجال، أن تقام في بيوت الله عز وجل، وهو واجب. صلاة الجماعة واجبة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت على أصحابها. لماذا؟ لأنهم لا يحضرون صلاة الجماعة، ومنعه من ذلك أن في البيوت من هو معذور عن صلاة الجماعة كالنساء والصبيان والمرضى والذي لا يستطيع كبير السن. هذا الذي منعه، وإلا سيحرق عليهم بيوتهم. فدل هذا على أن التخلف عن الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة، لأنه رتب عليها عقاب دنيوي
وهو أنه سيحرقهم، فدل ذلك أيضا على أن صلاة الجماعة واجبة. صلاة الجماعة واجبة. وأما ما جاء في بيان فضلها على صلاة الفرد فهذا لبيان عظيم الأجر، وليس معناه أنها ليست يعني واجبة، وليس معناه أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لا، إنما لبيان الأفضلية. قد يحصل أن يصلي العبد منفردا إذا كان مثلا يعني في برية، ذهب بعيدا ولا يسمع صوت الأذان، لا يسمع صوت الأذان، فهذا إذا صلى منفرد وهنا أناس يعني يصلون في المدينة وذهب خارج المدينة ولا يسمع صوت الأذان، أما إذا سمع صوت الأذان فواجب عليه أن يجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الأعمى عندما جاءه، هذا أيضا دليل على وجوب الجماعة. رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع المفترسة. الهوام أي يعني الحيات والعقارب، وأنا أعمى وليس لي قائد يقودني، أي يأخذني إلى المسجد، ليس لي قائد يقودني. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، فلما ولى قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى وقد جاء بموانع، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فما بال أناس يقولون أنها ليست بواجبة على من ليس عنده عذر؟ ما دليلك بأنها ليست بواجبة؟ يأتي بهذه يعني الأحاديث التي فيها بيان أفضلية يعني الجماعة على المنفرد. وهذه الأحاديث ماذا تعمل بها؟ أين تضعها؟ أين تضع هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالجماعة وعدم إعذار الأعمى؟ عدم إعذار الأعمى مع وجود الموانع، مع وجود الموانع لم يعذر، بل أمر بأن يأتي لصلاة الجماعة، يعني يأتي لصلاة الجماعة. قلنا أن يعني الأفضلية صلاة يعني الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. هذا إذا ذهب ولم يسمع الأذان فصلى، جائز له أن لا يسمع الأذان، ذهب للصيد أو ذهب يعني لعمل في الغابة فحان وقت الصلاة ولم يسمع أذان، فله أن يصلي لوحده. لكن الذي صلى مع الجماعة أفضل، مع أن هذا جائز له يصلي منفرد، لكن الذي صلى مع الجماعة أفضل من هذا الذي يصلي منفرد. فهمتم؟ يعني في حال الجواز، في حال أنه يجوز له أن يصلي منفرد كمن لا يسمع الأذان أو يسكن يعني منفرد، هذا في يعني حالة نادرة يصلي، جائز له أن يصلي منفرد. فالذي صلى مع الجماعة أفضل من هذا، أفضل من هذا. ليس معناه أن الذي قريب من المسجد ويسمع الأذان أنه يصلي في بيته، والذي يصلي مع الجماعة أنه يعني أفضل منه. هذا لا يجوز له أن يصلي منفرد. هذه الأفضلية في حال جواز أنه يصلي منفرد، لكن هنا لا يجوز له أن يصلي منفرد، واجب عليه أن يحضر مع الجماعة. قال: الثاني من أنواع الإقامة إقامة الصلاة باطنا بإخلاصها لله وتحقيق الخشوع فيها واستحضار القلب والتدبر لأقوال الصلاة وأفعالها، فليس للإنسان من صلاته إلا بقدر ما خشع وتدبر منها، وقد يخرج من الصلاة بلا أجر كما أداها بلا خشوع. يخرج من الصلاة بلا أجر، أي أجر الفضيلة،
لكن قد أسقط الواجب عنه، قد أسقط الواجب عنه. ودليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا يعني أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط، أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب للصلاة يقيمة الصلاة أدبر وله ضراط، فإذا انتهى التثويب رجع حتى يحول بين المرء وبين نفسه ويقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يذكر من قبل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل. فالذي يصلي الصلاة بلا خشوع هذا قد يسقط عنه الواجب فقط، لكن الأفضلية الفضائل التي هي للصلاة لا تكون إلا بالخشوع. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.